السلام عليكم الإخوة الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. كما كتلاحظوا معنا في الصورة، سعيد الناصري النائب البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس فريق الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي نائب برلماني عن جهة الشرق ورئيس جهة الشرق، والاثنان معا من حزب الأصالة والمعاصرة. مجلة جون أفريك اللي سلطت الضوء على اللي كانت هي أول ما فجر القضية ديال إسكوبار الصحراء في غشت الماضي، قالت على أن الاثنان ما داروش نفس الاستراتيجيه. عبد النبي بعيوي يعني لازم الصمت وما كيديرش في التصريحات، ومخلي القضاء ياخذ المجرى ديالو والمحامين ديالو من اللي كينوبوا عليه. ولكن سعيد الناصري نزل الى الطاوله كما كنقولوا، يعني فضل الجلوس الى الطاوله. التصريحات المثيره اللي دلا بها اليوم الفريق الوطني للشرطه القضائيه، حيث انه تم ادراج 28 اسم اخرين ابار هذوك ال 25 واحد اللي معروفين متورطون. هناك 28 اخرون. جون افريك تتساءل: هل سوف نشاهد لعبه الدومينو او انهيار الدومينو كما كنعرفوا، ام غنشوفوا يعني هناك من سيخرج ببراءه؟ وباش كيعجبوك هاد الناس، يعني الصف الاول مع الايمان. من بين الاسماء اللي الناصري ادلى بهم، يقولون هناك وزير في الحكومة الحالية، الشيء اللي غادي يشكل واحد الزلزال خطير في المشهد السياسي والاقتصادي المغربي. وزير في الحكومة الحالية، الاسم ديالو مازال ما معروفش، يعني الشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مازال ما صدرت شي معلومات حول إيقاف أحد الوزراء، أو ما كاينش يعني شي جديد، شي اسم يذكر. ولكن اللي معروف أن هناك وزير